جايه. بقول لك انت بقى احترم نفسك، مش فرحه وجايه ترخم عليا يا اخي. انت عايز مني ايه؟ ولا اقول انا عشان ست ارمله ماليش حد؟ بقول لك ايه، بقول لك انا هجيب لك من الاخر بقى. السكه الشمال بتاعتك دي انا ماليش فيها، فيا ريت بقى ما تتعرضليش في اي حته ولا في اي مكان، عشان همسح بكرامتك الارض. انت فاهم ولا لا؟ تقليل الادب اصلا تربك. بكرامتي الارض ايه؟ وانا هسيبك؟ فكر انا هسيبك؟ ده انا محمد. ماشي الارمله قال. ايه يا عمده يا صاحبي؟ ازيك يا محمد؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام. بقول لك يا عمده، خير يا صاحبي؟ في حاجه ولا ايه؟ مخنوق شويه كده. طب قول، في حاجه ولا ايه؟ في بنت كده ساكنه عندنا جديد، بنت منتقبه بس هي ارمله يعني. صراحه مش جايه تيجي معايا، مش راضيه تيجي معايا سكه خالص. يا محمد انت تقول منتقبه وارمله، ما تسيبها في حالها. سيبها في حالها ايه يا عم؟ بقول لك هزيتني يا عم. انت ايه؟ هزقتك؟ ايوه هزيتني يا عم، وبتقول لي ده انا همرمط بكرامتك الارض لو كلمتني تاني. لا يا صاحبي ازاي؟ معاش يا عم. تعال اقول لك بقى، انا خليك بقى، انا خليها بقى تيجي تبوس على ايدك. ازاي؟ تعالى وانا هقول لك. اتفضلي يا حاجه بالشاي يا بنت. ماشي ان شاء الله. الحمد لله. مالك يا بنتي كده مش عاجباني يعني من دول؟ في ايه؟ والله يا حاجه انا لسه ناقله في بيت جديد، والمنطقه دي فيها واحد ابن كلب كل شويه يرخم عليا في الرايحه والجايه. ربنا يهديه وانا هقول لابني. لا يا حاجه ما تغلبش نفسك، انا مش عايزه لا مشاكل. ما انت زي بنتي يا بنتي، انت زي بنتي يا بنتي. معلش. يا رب العالمين. ماشي وحياة ده انا ده خليك تجيني رقعه. ماشي. انت بتهزقيني؟ ايوه بقت عليه بقى الكاميرا دي لما تجيب عليهم 5000 جنيه دي. ايوه هربطها بقى كده بالتليفون عشان تجيلي رقعه. ايوه كده، انا كده هشوف كل حاجه. ايوه خليكي كده على وضعك. سلام يا قطه. الحمد لله ما اتكلمش، الظاهر احترم نفسه مش انا كده. بسم الله بسم الله يا رب العالمين. ايوه بقى كده، هو ده الكلام ولا بلاش؟ قالوا تقول لي مش عارف ايه. قال لا ارفع النقاب، مش عايز ترفع النقاب. اديني شايف كل حاجه اهو. انا هخليكي تبوس ايديا وتجيني راكعه كمان. ايوه بقى كده نتدلع. عروسه جايه. انت تاني؟ انت ما تفهمش؟ انت عايز مني ايه يا اخي؟ سيبني بحالي بقى. بقول لك ايه، اسيبك في حالك ايه؟ بصي بس كده على الفيديوهات دي كده قبل ما تتفرجي علينا الناس. هو اللي انت عملته ده؟ انت بقول لك ايه بقى؟ كده ازاي؟ حرام عليك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. انت عايز مني ايه؟ انا بقول عملت لك لك ايه، ايه؟ اسمعي اذيتك؟ البقين بس كده. بيتك انا اذيتك فيه؟ حرام عليك ده. اسمعي البقين دول تلخصي على نفسك. انا هسيبك تروحي الشغل كده عشان بفهم في الاصول، وبالليل انت اللي هترن عليا، وما رنتش عليا شايفه ده كده هيتشير وهروج عليه زي بتوع السيما. يلا شوف انت رايحه فين. حسبي الله ونعم الوكيل فيك، ده انا هوديك في 60 داهيه. ازيك يا حاجه؟ عامله ايه؟ الله يسلمك يا ابني، انت اللي عامل ايه؟ الحمد لله. بقول لك ايه، بقول لك يا امي، هي البنت اللي هي جبتها لك كده بتديك العلاج دي، بتديك العلاج في ميعاده؟ بتديلي في ميعاده والله. يعني مش بنت مش بتاع لوع ولا الكلام ولا ده؟ لوع ولا حاجه، بس والله انا زعلانه عشانها. ليه؟ في كده حين عمال يضايق فينا لما تعيط. ست احنا مالنا، اسكتي. ليه بس؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. يا حاجه عامله ازيك يا حبيبتي؟ انت اللي عامله ايه؟ وانت ايه ده؟ انت تدي لام العلاج ده؟ العلاج ده في الظهر مش الصبح يا ماما، ركزي. معلش يا استاذ احمد، معلش اصل انا متوتره بس شويه، عندي مشكله. متوترة؟ انت عندك مشكلة ديك مع حالك. ان شاء الله ربنا هيحلها. معلش انا اسف، حقك عليا. وانت مشاكلك ايه ان شاء الله؟ واحد حسبي الله ونعم الوكيل فيه، جاري بيضايقني ويرجع، جت عند ايديا وبس. ده دخل بيتي وحط لي كاميرا وهددني كمان، يا اما اروح له يا اما هي شايرني على النت. مش عارفه اعمل ايه. او انت بيتك فين؟ انا بيتي عند المعهد الديني، بس انا نقلت البيت ده بقالي شهر، ويا ريت ما كنت نقلت من البيت الزفت ده. حسبي الله ونعم الوكيل فيه.
والله يا حاج ما بعمل له اي حاجه ومسيبني في حاله كده. طب بصي معلش ادي بس لام العلاج مظبوط، وانا ان شاء الله هحلها لك من هنا لحد لك، انا هحلها لك. يا حاج انا السبب انا اللي خليت محمد يعمل كده. هي مسكينه، وانا لو قلت لمحمد يا محمد امسح الفيديوهات دي، محمد طبعا عمره ما هيوافق ويفتكر انا اللي طمعان فيها. طب ايه العمل؟ لا انا لازم اتصرف وانقذ البنت دي. يا حاجة احنا بتوع شنطة الفلاتر. وبراو عايزه يا استاذه اماء، انا مش هسامحك ولا انت ولا صاحبك على اللي عملته فيا ده، يبقى انت تطلع السبب. يا ستي انا ما كنتش اعرف، وبعدين انا اصلا هجيب لك حقك ان شاء الله. تجيب حق ازاي بس؟ بص اتفرج على الفيديو ده كده. ايه ده؟ دي الست والدته، انت ازاي تصورها كده؟ ما لقيش حل غير كده، ان محمد لو قلت له امسح الفيديوهات مش هيمسحها. بس انا ما اقدرش اعمل كده، دي وليه زي والدتي وزي والدتها. ما انت مش هتعملي كده، بس انت هتهدديني نفس ما بيهددك. فعلا معاك حق، انا كده ماسكه دليل قوي، اي ما يتعرض لي حاجه هقول له زي ما هتعمل فيا هعمل في امك. بس شكرا يا سامحيني. استاذه اماء، انا برضو مش هسامحك الا لما يحل عني خالص. بس بالله عليك مش عايزه ما تجيبيش سيره لوالدتي، عشان والدتي تعبانه ممكن تروح فيها. لا وانا مش عبيط، انا عندي والدتي. السلام عليكم. السلام عليكم. ايه كنت عامله حساب ان انا هلاقيك واقف برضه يا زباله يا حقير. يا زباله يا حقير، امال انت ما اثرتش فيك خالص الفيديوهات دي ولا صور ولا اي حاجه؟ انت ايه يا بنت؟ اصبر بس، ده ربنا كبير وقادر أنا على أسود. كل شيء. ايه ده؟ ماما الفيديوهات دي جات لك ازاي ولا انت صورتيها ست ازاي؟ الوالده زي ما صورتني برضه في بيتي يا قليل الادب. طب بقول لك ايه، اللي امسحي عندك الفيديوهات ده دي وانا همسح لك الفيديوهات بتاعتك بسرعه. تتمسح دلوقتي اهو. وتتاسف لي وما تتعرضليش في اي مكان خالص. يا ست انا اسف ولا لك. اشوف وشك خالص. انا اسف لك يا ست. بقول لك ايه، غوري في الوش دلوقتي. يا قليل الادب. منك لله يا حماد، منك لله، انت اللي حطيتني في الموقف ده.